انما دي لا. بقعد افكر في نفسي كتير واقعد ابص، هل في حاجه في حياتي عملتها غلط؟ هل مثلا وانا صغير غشيت في امتحان الثانويه العامه؟ هل مثلا امي ما كانتش راضيه عني؟ هل مثلا بقعد افكر كتير. بعدين بقعد افكر في قانون الاحتمالات. في قانون الاحتمالات زي ما الست نانسي عجرم بتقول مفيش حاجه تيجي كده واهدى حبيبي كده. هنتغلب الاربع ماتشات. هل من الممكن ان دي تبقى حاجه طبيعيه؟ دي كوره مدوره مش مستطيله ولا مثلثه ولا مربعه. وقال لك الكوره ما فيهاش كبير. ايه المانع نكسب؟ يعني انا عايز افهم ايه القضيه، ايه المشكله؟ الكوره الواد يعني اقول ايه بس يا جماعه؟ يعني ليه مش ماشي؟ ليه احنا مش مصروف لنا؟ يعني ليه انا ابتديت افكر في يعني في انا ليه زملكاوي؟ انا ليه بعمل كده؟ انا ليه وضعي بقى غريب؟ انا ليه الناس بعتالي المسجات؟ يعني يعني الناس يعني بتقلب يا جماعه. عايز في يوم ارفع راسي وابص كده واقول يا رب يا كريم يا حليم، ده احنا في رمضان ماتشين ورا بعض، طب وبعدين؟ واخرتها يعني اي حاجه على سبيل التغيير. زي ما قلت لكم امبارح الوحيد اللي بيكسب على طول الحزب الوطني، عارفين؟ حزب وطني اكتر. انما في الكوره لازم يكون في تغيير، لازم يكون في صدفه، لازم يكون في حاجه غريبه، لازم يكون في حاجه غير عاديه. زي ما الزعيم عادل امام امبارح قال حادثه يا جماعه على سبيل الملل. انا مليت، انا كل مره بتغلب، كل مره. النهارده قاعد على القهوه الناس ما بتتفرجش على الماتش، الناس تتفرج عليا. مساء الخير، في لا فرفش كده، لا يا ولد